مش معقول تبقى مصري وتكون ما شفتش الافلام دي. والفيلم الاخير انا مش مصدق ان محدش بيتكلم عنه. فيلم تراب الماس، واحد من احلى الافلام المصريه اللي نزلت الفتره الاخيره، متحول من روايه لاحمد مراد بنفس الاسم، وبالنسبه لناس كتير هو ده احسن فيلم عمله احمد مراد ومروان حامد. فكرته نفسها كرييتيف وتنفذ حلو قوي، ومن اداء الممثلين ماجد الكدواني عظمه على عظمه. فيلم الحفيد فيلم اسطوري وكلنا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين واحنا كبار. فيلم بيعبر عن الاسره المصريه ولازم البفتيك علشان محدش يقول حاجه. فيلم جري الوحوش، الرساله الاخلاقيه اللي الفيلم عايز يوصلها لنا، واللي انت ازاي تحمد ربنا على اي حاجه وما تبصش لحاجه غيرك. طيور الظلام، يعني وحيد حامد وشريف عرفة وعادل امام، انت عايز ايه تاني؟ وواحد من اكتر الافلام اللي بحبها للتريو ده. ورياض الخولي كمان كان عامل دور حلو قوي. ملاك اسكندريه، واقول ايه ولا ايه على الفيلم ده؟ الفيلم بقاله اكتر من 21 سنه ومفيش فيلم بالجنرا دي ظهر تاني بنفس الكفاءه اللي كان موجود في الفيلم ده. ساندرا نشأت كانت مبدعة في الإخراج في الفيلم ده. وأخيرا فيلم القصص اللي موجود دلوقتي في السينما ولحد دلوقتي شايف إيراداته قليلة ومحدش كتير بيتكلم عنه، رغم إنه فيلم حلو قوي وأحداثه بتدور في الستينات لحد الثمانينات. قولي رأيك في التعليقات، إيه أكتر فيلم من دول عجبك؟